السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأصدقاء لقوا إن الشمس بتغيب والدنيا هتضلم عليهم، خافوا يقعدوا في مكان مهجور ما يعرفوش فيه حد. قرروا إن كلهم يرجعوا البيت. أما رجعوا، طارق حس إنه مجهد وتعبان من يوم طويل، دخل ينام. في عز نومه حصلت حاجة غريبة. حس إن في حد قريب من ودانه، صوت بنت بتصحيه: طارق، طارق، اصحى. طارق بدأ يصحى، لقى نفسه في مكان هو كان عارفه. ايه ده؟ انا كنت موجود هنا من كام ساعة. ازاي انا موجود في الحظيرة المرعبة المخيفة ديت؟ الغريب انه لقى نفسه لابس جلابية لونها اسود، بيبص يمين ويبص شمال. لقى بنت في الركن قاعدة لابسة اسود في اسود، وفوق منها حاطة حاجة سودة، وعينيها بتطق شرار وبتبصله، وعينيها كلها شرار، وصوتها غبي، صوتها مخيف، بتقوله: طارق، طارق، حان موعد التضحية. طارق خاف، ترعب، بصلها: انت مين؟ عايزة ايه؟ جاية هنا ايه؟ وعايزة مني ايه؟ قلت له: طب اقول لك، بص ورا منك. بص ورا منه، لقى صاحب عامر متربط في الارض من ايديه ورجليه. جري عليه يحاول يفكه. البت قربت منه، قربت من ودانه، قالت له: طارق، مش هتعرف تعمل حاجة. انا قلت لك ده وقت التضحية، لازم تقتل صاحبك. انا اوعدك انه مش هيحس بحاجة، بس خد بالك، لو ما قتلتوش هيحصل فيك زي ما حصل في مين؟ في حامد والظابط. طارق خاف، اترعب، جري برا الحظيرة، خرج برا الموضوع كله، خرج جري برعب بخوف. مرة واحدة المنبه رن، طارق صحي، حمد ربنا، اللهم لك الحمد. كابوس مقرف مخيف. قعد في سريره وهو بيتعدل، لقى نفسه لابس نفس الجلابية السودة. ما كانش عنده الجلابية السودة ديت، وازاي لبسها؟ ايه اللي بيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. محمود مسك تليفونه وقال يتصل بعامر يطمن عليه. اول ما اتصل بعامر لقى عامر هو اللي بيكلمه. قال له: محمود، انت فين؟ قال له: في ايه؟ قال له: تعالى لي دلوقتي. محمود خد بعضه وجري، وبعد ما غير هدومه راح لعامر. اول ما دخل عليه لقى عين حامد حمرا ومجهد جدا كانه ما نامش طول الليل. قال له: في ايه يا عامر؟ قال له: بص، انا طول الليل عمال سامع صوت طفل بيصرخ. قال له: طب ما عادي، ممكن تلاقي اي حد من جيرانك او اي حد قريب منك عنده طفل. عامر بص لمحمود وقال له: لا، انا في البيت هنا مفيش حد عنده طفل، والجيران المحيطين في البيوت اللي حوالين مني ما عندهمش اطفال، بالاضافه ان انا حاسس ان الطفل ده عندي هنا. محمود اتغاظ، ومره واحده بدأ غضبان، وهوب بقى خايف مرعوب. محمود حكى لعامر على كل اللي حصل. محمود قال لعامر كل الكابوس اللي حصل. عامر قال له: ما تقلقش، ده كابوس. قال له: كابوس ازاي وانت بتحكي لي على الطفل ده كمان؟ طب هو احمد كان معانا، احمد حصل له ايه؟ اتصلوا باحمد، قالوا له: حصل لك حاجه من امبارح؟ قال لهم: لا، ما حصليش اي حاجه. قالوا: طب تعالى لنا دلوقتي عند عامر. قال لهم: حاضر. احمد خد بعضه بعد ما حس بالجديه في السؤال، وقفل تليفونه ونزل بسرعه، راح لعامر ومحمود عند عامر في البيت. اول ما دخل عليهم محمود ما حسش بيه. محمود كان بيفكر وبيركز في اللي حصل ده كله. قعد احمد معاهم. في ايه؟ محمود حكاله على كل اللي حصل، على الكابوس اللي حصل له، وعلى اللي عامر بيحصل معاه. في نفس الوقت احمد بص لهم وقال لهم: انا مش عارف ايه اللي بيحصل. محمود قال له: انا عايز افهم ايه اللي حصل لحامد، وازاي اتقتل، وازاي الضابط اتقتل، وازاي طفل ابن حامد اختفى. هل بجد ممكن يكون الجن اللي ورا الموضوع ده؟ هل الجن
هو اللي يقدر يعمل ده؟ هل الجن اللي يقدر يقتل حامد؟ عامر بصله وقال له مش عارف. محمود فكر شوية، فأحمد قال لهم طب ايه رأيكم نتصل بعلي؟ علي هو اللي قال لنا على الموضوع ده وهو اللي ودانا هناك، اكيد اكيد هيكون عنده الحل، واكيد اكيد يعرف ازاي يخرجنا من المشكلة ديت. اتصلوا بعلي، وفعلا علي جالهم وقعد معاهم وحكوا له كل اللي حصل. عامر بص لهم وقال لهم طب ايه رأيكم نتصل بالشرطة؟ محمود قال له مش هتصدقنا وما عندناش أدلة، إذا كانوا هم ذات نفسهم ملقوش أدلة. بعد ما فكر شوية قال لهم ايه رأيكم نشوف شيخ يحل لنا الموضوع ده؟ علي قال لهم انا عندي واحد صاحبي وقريبي ليه في موضوع الجن وكان بيعالج وهو متمكن من الموضوع دوت، ايه رأيكم اروح له ونشوف ايه اللي هيحصل؟ قال له على بركة الله. نزل علي عشان يروح لصاحبه وقريبه دوت. بعد ما نزل علي وراح لصاحبه، عامر قال لهم بقول لكم ايه، انا خايف وما نمتش من امبارح وعايز انام، ما تسيبونيش. احمد ومحمود قالوا له ما تخافش مش هنسيبك، قاعدين معاك، ادخل نام انت. عامر دخل ينام. بعد فترة محمود استعوى علي، لحد دلوقتي لا اتصل بيهم ولا كلمهم. محمود مسك تليفونه واتصل على علي، لكن المفاجأة كان تليفونه مقفول. محمود قلق وبدأ يغضب. احمد هداه وقال له انت عارف علي ممكن يكون تليفونه فصل شحن وراح يشحنه في البيت، وبعد كده هيروح لصاحبه دوت، ما تقلقش ادينا قاعدين. قال له ماشي مفيش مشاكل. المهم وقت ورا وقت ورا وقت بيعدي، عدى 3 ساعات. محمود بقى غضبان على اخره. قال له بقول لك ايه، انا جنوني، انا رايح لبيت حامد ده، انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل، لازم اعرف ايه اللي بيكون، اكيد 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 هلاقي حلول جوه البيت دوت، انا مش هسكت، انا لازم اقوم اروح. وهما بيفكروا بصوت عالي وبيتناقشوا كده، عامر صحي قال لهم في ايه؟ احمد رد عليه وقال له محمود عايز يعمل كذا 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 ويروح لبيت حامد. قال له استنى، احنا دلوقتي عايزين نطمن على علي، اهم حاجة نشوف علي. محمود قال له ماشي. عامر قال لهم انا معايا نمرة البيت عنده موجودة على التليفون، هقوم اجيب تليفوني واتصل بيه. عامر يقام يدور على التليفون بتاعه مش لاقيه، محمود واحمد يدوروا مش لاقيينه. محمود قال خلاص انا هرن عليك واول ما نسمع صوته نعرف هو فين نجيبه. قال له ماشي. بيرنوا من تليفون محمود على عامر، مفيش اي صوت ومفيش اي وجود للتليفون. هنا محمود اتكهرب واتجنن بجد، قال لهم انا نازل، وخد بعضه وينزل. عامر قال لاحمد الحقه، بدل ما يعمل في نفسه حاجة ما نعرفش ايه اللي هتحصل، الله يكون في عونه وفي عوننا. محمود غضب وقال لاحمد محدش يمنعني. احمد قال له طب استنى انا جاي معاك. وهنا ايه اللي هيحصل؟ فضلا وليس امرا انشر الفيديو واعمل اشتراك وفعل الجرس ليصلك منا كل جديد.